السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في اسعد حال واتم صحة، اللهم امين. موضوعنا النهارده هو ازاي تحرقي دم النرجسي من غير ما يشعر او من غير ما يحس انك ضده اصلا. تمام؟ زي ما اتعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. من اكتر الحاجات اللي تحرق دم النرجسي وهو شايف انك بره الموضوع تماما، انت مش ضده خالص، انت ست محترمة جدا، ست امان جدا بالنسبة له، ولكن انت تقدري تحرقي دمه بالطريقة اللي انا هقولها دلوقتي، اللي هي المقارنة غير المباشرة. يعني ما تجيش تقولي ده جوز فلانة احسن منك، ده جوز علانة بيجيب لها وانت ما بتجيبليش حاجة. انت كده بتاخدي النرجسي لتحت، انت كده بتنزلي النرجسي، وادام نزلتيه وقللتي منه هينزلك انت كمان وهيقلل منك، وبالتالي مش هيعملك اي حاجه انت عايزاها خلاص. ولكن المفروض تقولي ايه؟ المفروض انك انت تقولي والله فلانه بتشكر في جوزها اصله جاب لها كذا، بس كده. يبقى انت مش بتشكري في جوز فلانه، مش انت اللي بتشكري، دي فلانه اللي بتشكر في جوزها. فهمتي؟ فبالتالي بتكرار الامور اللي زي كده والموضوعات اللي زي كده، النرجسي اولا انت بتستفزيه، بتحرقي في دمه، ما يقدرش يتكلم، ملوش عين انه يبقى يهاجمك او يبقى ضدك، لانك انت مش ضده اصلا. فهمتي؟ وفي نفس الوقت انت علمتي عليه، وفي نفس الوقت لما تيجي تطلبي منه اي طلب خلاص هيوافق عليه. خلي بقى فلانه اللي انت بتقولي انها بتشكر في جوزها، دي فلانه دي لازم تبقى طرف ثالث بينك وبين النرجسي. يعني ما ينفعش فلانه دي تبقى بعيده عنك وتيجي تقولي دي فلانه بتشكر في جوزها، وفلانه دي ملهاش علاقه بيكي، بتزورك مره في السنه، يبقى ما عملناش حاجه. فهمتي؟ خلي دايما بينك وبين النرجسي طرف ثالث، النرجسي يخاف منه، يعمل له حساب، يخاف على شكله قصاده، وفي نفس الوقت انت في النهايه بتطلعي بمصلحتك. تمام؟ كمان من اكتر الحاجات اللي بتحرق دم النرجسي من غير ما تكوني ضده، انه يكتشف انك بتفهمي، انه يكتشف انك ذكيه، او انه يكتشف انك يعني مش من الناس اللي بتهاجمه علشان تثبت نفسها انها بتعرف اكتر منه. لا، سيب الكلام يجي لوحده، سيب الامور تيجي لوحدها، ما تتشدقيش زيه بالكلام، خلي الكلام يجي بالراحه كده، وفي الاخر تبهريه ويعجبه ويتصدم بالمعلومات الفظيعه اللي عندك، بالاسلوب اللي انت بتتكلمي بيه، بطريقه كلامك، بمخك. وده مش هيجي الا من خلال ثقافه، قراءه كتير جدا 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 في المجالات اللي بيحب انه يتشدق عليكي فيها. خلاص؟ طيب برضو انتي نفسك مثلا تجيبي حاجه، النرجسي انت عارفه ان النرجسي مش عايز يجيبها او مش هيوافق انه يجيبها، خلاص تعملي ايه؟ يبقى تقولي والله فلانه برضو جابت كذا، اللي انت عايزه ايه تجيبيه. فهمتي؟ فيبقى ده تشجيع للنرجسي على السلوك الايجابي ناحيتك، ان هو يعمل لك اللي انت عايزاه، ان هو يجيب لك اللي انت عايزاه. خلاص؟ الفقره اللي جايه اشد. جات لي اسئله كتيره قوي على موضوع الذهب، ازاي اخلي النرجسي ما يطالبنيش بالذهب، ازاي اخلي النرجسي ما يجيبش سيره الذهب ده اصلا ولا يفكر انه ياخده مني. الموضوع ده بيشغل بال كل النرجسيين، لان الذهب من وجهه نظر النرجسي هو القوه بتاعتك، هو ده اللي هتقدري انك انت تقفي على رجلك ضد النرجسي، فهو عايز ياخد منك القوه دي. الموضوع مش موضوع ذهب او فلوس او هو طماع او هو عايز يستولى على حاجتك او كده، لا، هو الموضوع عايز يسلبك القوه اللي في ايدك دي. طيب تعملي ايه بقى؟ هتحرقي دمه ازاي في الموضوع ده؟ الموضوع ده اي ذهب النرجسي بيطلبه منك او بيقولك هاتيه، او انا كتير جدا من النرجسيين يبقى لسه جايب قطعه ذهب مثلا للزوجه،
ما في اسبوع 3 4 ايام يقول لها هاتيها كده. يعني طب ايه السبب؟ هو كده يعني، هو كده خلاص. ففي الحاله دي تعملي ايه؟ الذهب يتلبس قصاد اهلك، الذهب تروحي لابساه قصاد اهلك في تجمع عائلي، في مناسبه، في عطله انت طالعاها مع اهلك، في اي شيء اهلك كلهم موجودين في المناسبه دي، تروحي لابسه الذهب وتخلي حد من اهلك او كل اهلك يشكروه على الذهب اللي اشتراهولك. خلاص. بالطريقه دي مستحيل يقدر انه ياخده منك، لانه هيبقى باين قصاد الناس انه خد منك الذهب، وفي نفس الوقت خلاص انت كده دبستيه، وفي نفس الوقت انت مدحتيه قصاد الناس وفهمتيه انه حد محترم قصاد الناس، انت كده انسانه امان بالنسبه له، وفي نفس الوقت ضمنتي ان الذهب يكون في قبضتك انت، تحت سيطرتك انت، فبالتالي ما يقدرش انه يقول لك هاتي الذهب. خلاص. وخلي اهلك بقى يشكروه، ربنا يخليك ليها، مش عارف ايه، تعيش وتجيب لها القصص دي بقى. خلاص. لكن انك تقفي قصاده او تخبي الذهب او تقولي له لا مش هديك الذهب او الكلام ده ما ينفع. انت كده بتبقي حد مش امان قصاد النرجسي، والنرجسي ممكن ياخد الذهب من وراكي، ممكن يضايقك، ممكن انه يستقصدك باساليب نرجسيه مش ظريفه. خلاص. هتلاقي نفسك تعبانه نفسيا جدا في موضوع الذهب ده. فالاسلم شيء انك انت تلبسي الذهب قصاد ناس النرجسي بيعمل لهم حساب وبيخاف على صورته قصادهم، وفي نفس الوقت الناس دي تشكر النرجسي ان هو جاب لك الذهب ده. خلاص. طيب، من اكتر الحاجات اللي بتشغل بال النرجسيين وبتحرق دمهم جامد جدا هو انك تعتذري. يعني هو كل اللي في دماغه انك تعتذري. انا بقولك اوعي تعتذري للنرجسي. النرجسي ما ينفعش ابدا انك تعتذري للنرجسي. النرجسي مصمم على اعتذارك. ليه؟ عشان يبرر لنفسه الجرائم اللي هيعملها فيكي، عشان يبرر لنفسه ظلمه ليكي، عشان يبرر لنفسه عقابه ليكي. خلاص. وبالتالي يبقى انت اللي اعترفتي بالذنب، وانت كده انسانه بتعتذري وانسانه معترفه بالذنب فتستحق العقاب، وهكذا. فيقدر انه يستنزفك بالاسلوب ده وتبقي ضحيه. كل مشكله النرجسي ان هو بيفتعل مواقف وبيفتعل قصص وروايات علشان تبقي دايما في نظره ضحيه، علشان يقدر انه يقلل منك ويشوف غيرك، او انه يقلل منك لمجرد انه يقلل منك بس عشان يحس ان هو اللي اعلى منك. خلاص. لكن لما انت في استراتيجيه حلوه جدا، انا دايما يعني عدت وزدت فيها كتير جدا في فيديوهات كتيره جدا، قلتها كتير جدا، اللي هي ايه؟ ارتقي بالنرجسي عشان يرتقي بيكي. اوعي تنزلي النرجسي، هينزل بيكي سابع ارض ومش هيجيب لك اللي انت عايزاه خالص. تمام. من الحاجات ترتقي بالنرجسي يعني انك مش انك تمدحيه، بس انك تفهميه انك انت شايفاه انسان محترم وما ينفعش يصدر منه اي حاجه مش ظريفه. فهمتي؟ او انك مش شايفاه اصلا وحش اصلا يعني. طيب نيجي بعد كده. النرجسي دايما يحب يدخلك في قصص، يجي يشتكي لك من حد في الشغل، حد من اهله، حد من الجيران، اي حد. خلاص. عشان ياخد منك كلمتين يعمل مسلسل عليكي فيهم ويشوه سمعتك وصورتك قصاد الناس. خلاص. فارجوكي في الموقف ده اوعي تغلطي في الطرف التاني، الطرف اللي النرجسي جاي يشتكي منه، اوعي تغلطي في الطرف ده، ولا انك تقولي الفاظ او كلام ممكن ان النرجسي يمسكه عليكي او يكون مسجلهولك. خلاص. ولكن بيني استيائك، بيني انك انت في صف النرجسي، انك انت بتساندي النرجسي، انك انت بتؤازري النرجسي عشان يحس بالامان، وانك انت مش ضده. خلاص. يعني ما ينفعش استراتيجيه الحق والحلال والحرام والصح والغلط انك انت تمشيها مع النرجسي، هتخسري النرجسي. خلاص. اولا واخيرا لازم انت تكوني في صف النرجسي، بس من غير ما تغلطي بالالفاظ او بالكلام عن الطرف اللي النرجسي جاي يشتكي لك منه. خلاص كده. طيب من الحاجات اللي
بتضايق النرجسي جدا 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 هو شعوره بالفقد. انك تعملي هوفرنج ويبقى فاكر انك انت بتتعاملي معاه بمشاعرك وبتتعاملي معاه من منطلق حب ومشاعر، وبعدين يجي يكتشف انك عمليه جدا وانك انت مفيش مشاعر خالص، وانك انت بتتعاملي معاه من خلال متطلبات العقل ومقتضيات المنطق زي ما قلت قبل كده في مقاله عندكم في الكوميونتي. خلاص. الموضوع ده بيقلق النرجسي. طول ما انت بتتعاملي مع النرجسي بمشاعرك، طول ما هو مسيطر عليكي وواخد امان، بس الامان ده مش لصالحك انت. خلي بالك، احنا عايزينه ياخد الامان اللي يبقى لصالحك انت، اللي يتعامل معاكي بيه بشكل محترم. لكن امان المشاعر ان شاء الله الفيديو اللي جاي هبين فيه النقطه دي كويس، ما هواش امان بالنسبه للنرجسي، بالعكس بيخلي النرجسي يتسلط عليكي اكتر. تمام. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابقه ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.